يا مؤمن، حصل لك قبل كده ان حد قال لك كلمة سخيفة؟ يعني مثلا واحد كتب لك تعليق على صورة: يا عم ما تربي دقنك، او ايه القميص ده، انت من زمان ولا ايه، او انت شكلك بتفكر كتير بس مفيش نتايج، لقيتها بتولع بتغلي وبتقعد تكتب ردود في دماغك. هرد عليه رد ويسكت امه، ده انا هفرمه. بس تعالى هنا، هو لازم ترد؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ايه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني هتقول حاجة كويسة يا تسكت. لا لا، بنرد وبنرد تاني ونمسك في بعض، وتتحول الصفحة لمعركة سوشيال ميديا. مثلا انت داخل تنزل بوست عن السحور، تلاقي نفسك في خناقة على حرب بدء. بالهداوة يا مؤمن، في ناس كده كده مش هتعجبها حاجة، ولا شكلك ولا كلامك ولا لبسك. حتى لو نزلت صورة وانت بتصلي هيقولك فين الخشوع؟ اختصر المسافة وقول لنفسك: انا مش مطالب ارد على كل حاجة، ولا اشرح نفسي لكل بني ادم، ولا اخلي كل الناس تحبني. اللي يرضى اهلا وسهلا، واللي مش عاجبه ربنا يسهل له. بس ما تنساش، لو لقيت حد يقولك وشك شبه الكنافة، قوله وانت قلبك شبه العسل. بالهداوة يا مؤمن، الهداوة فيها بركة.